مؤتمر كارلو أنشيلوتي قبل مباراة ريال ضد ختافي في الدوري الإسباني. تشيرينجيتو باريس سان جيرمان يعلم بتفاوض مبابي مع ريال مدريد. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات ما الصفقة التي تتمنون انضمامها. وإذا كنت من عشاق النادي الملكي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الأخبار فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤتمر أنشيلوتي قبل مباراة ريال ضد ختافي في الدوري الإسباني. قدم كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة ختافي في الجولة العشرون من الدوري الإسباني لموسم 23-24 و2000، وكانت المواجهة المرتقبة قد تم تأجيلها بسبب مشاركة الملك في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي أقيمت وقتها في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر يناير. وظهر الكوتش الإيطالي المدير الفني للريال في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة للإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بلاعب فريقه. وبسؤاله ما مدى صعوبة مواجهة ختافي أجاب أنشيلوتي: ستكون مواجهة حاسمة وصعبة للغاية. حاليا الفريق يؤدي بشكل جيد وسنخوض مباراة رائعة. وتابع: نحن الآن أقوياء ونلعب كرة القدم جيدة، وهو ما يشعرنا بالقوة أمام الخصوم. نعرف أي المباراة ستكون المهمة والصعبة، لكن لدينا الثقة الكاملة. أن تكون مدربا للريال أمرا صعب بالنسبة لك، أجاب أنشيلوتي. أريد أن أعلق بشيء واحد، ولا أريد المقارنات أبدا. نحن المدربون نقوم بعمل رائع، نواجه الضغط بطبيعة الحال وهو أمر طبيعي. أنا أحترم الجميع وأحترم مشاعرهم وأفكارهم سواء كان تشافي أو أي مدرب آخر. وبسؤال هل تتفهم القرار الذي اتخذه بالرحيل عن الكتالوني الغريب، علق أنشيلوتي على سؤال الصحفي قائلا: نعم أفهم قراره جيدا. وبسؤال هل شعرت بأي شيء خلال تجربتك يشبه ما حدث مع تشافي، رد مدرب الريال: كما قلت منذ قليل، أنا أحترم كل قراراته وأفكاره، هذا كل شيء ولا أريد الحديث عن المقارنات. وهل تريد تجديد عقد لوكا مودريتش؟ أجاب كارلو: لوكا أسطورة هذا النادي وأسطورة كرة القدم، يجب أن يتخذ قرار الموسم المقبل بنفسه. ومن سيكون حارس مرمى الريال ضد ختافي؟ أجاب أنشيلوتي: آسف لا أستطيع أن أقول ذلك اليوم. وهل هنالك أي تغيير بخصوص البدائل؟ لا أفكر أبدا في التغييرات قبل المباريات، لكنني أدرك جيدا أن تغييرا واحدا يمكن أن يغير ديناميكيات اللعبة، لكن أن تقوم ب5 تغييرات هذا يغير الكثير من هوية الفريق. كيف ترى فينيسيوس؟ قال أنشيلوتي: أنا لا أتحدث معه، أراه يتدرب كما يفعل دائما على مستوى كرة القدم، وصل إلى أفضل مستوياته بدنيا وساهم كثيرا مع الفريق. إنه دائما يبدو خطيرا جدا وأحيانا يحاول عندما لا يتطلب منه ذلك، لكن هذا ما يجعله أقوى. وفي أي من الدوريات ال5 الكبرى شعرت بأكبر ضغط عليك؟ أجاب أنشيلوتي: في بداية مسيرتي طبعا في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا كان من الصعب جدا بالنسبة لي أن أتعامل مع الضغط، لدرجة أنني أخبرت أحد المساعدين أنني لن أتمكن من الوصول إلى عام 2000 بهذا الشكل. الشيرينجيتو باريس سان جيرمان يعلم بتفاوض مبابي مع ريال مدريد. كشف برنامج الشيرينجيتو الشهير عن مستجدات حول مسلسل مفاوضات نادي ريال مدريد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي نهاية الموسم الجاري. كيليان ينتهي عقده مع البي اس جي نهاية الموسم، أي أنه من المفترض وفي الفترة التي يسمح له خلالها بالتوقيع لأي ناد يريد دون الرجوع لإدارة ناديه. ووفقا لما ذكرته الآآس الإسبانية منذ أيام قليلة، فإن كيليان سيعلن القرار النهائي خلال هذه الأيام. وأشارت التقارير الصحفية توازيا إلى أن مسؤولي الريال منحوا اللاعب مهلة لمدة أسبوعين فقط لتحديد وجهته وموقفه النهائي. أما باريس يعلم جيدا أنه فهنالك تفاوض ما بين مبابي وريال مدريد. البرنامج الإسباني الشهير قال يوم الأربعاء 31 يناير الشيرينجيتو أن إدارة بي اس جي يعتقدون أن مبابي يتفاوض على شروطه مع الريال وأنه سيرحل قريبا جدا، لكن في نفس الوقت النادي الفرنسي هادئ للغاية في ملف اللاعب. أما الأجواء المحيطة بعائلة مبابي نفت التوصل لاتفاق لانتقال اللاعب نحو إسبانيا في ريال مدريد بدءا من الموسم المقبل. ولعب كيليان 27 مباراة بقميص بي اس جي منذ بداية الموسم الجاري، سجل 28 هدفا، وكما مثل المنتخب الفرنسي في 75 مباراة وسجل 46 هدفا. يقدم اللاعب موسم رائع مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في 27 لقاء بجميع المسابقات وسجل 28 هدف وصنع 4 مساهمات تهديفية،
وينتهي تعاقد اللاعب مع PSG نهاية الموسم، ويحق له التفاوض مع أي فريق منذ بداية شهر يناير. أوزيل الجديد، أنشيلوتي يكتب روشتة نجاح جولر في ريال مدريد. بدأ النجم التركي الشاب أردا جولر في المشاركة مع فريق ريال مدريد بعد العودة من الإصابة. اللاعب الشاب ظهر بمستوى جيد في مبارياته الأولى رفقة الفريق الملكي. وكشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن تفاصيل رسالة المدرب الإيطالي أنشيلوتي نحو جولر في الملكي بالعودة من الإصابة، وأوضحت أن أنشيلوتي طالب اللاعب بالصبر بعد مشاركته الأولى في عدد قليل من الدقائق ولهذا الموسم. وأشارت أيضا أن أنشيلوتي يتعامل مع وضع اللاعب التركي بحكمة وهدوء ورصانة، بالإضافة إلى ذلك يراه كمشروع كبير ويتمتع بجودته في التدريبات، لكنه لا يريد المخاطرة بعد الإصابات التي تعرض لها بشكل مؤخر. وفي سياق متصل، أشار الصحفي توماس غونزالاس مارتينيز أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد لا يخطط صاحب الخبرة لمغادرة فريقه الأبيض خلال هذه الفترة. وأشار المصدر ذاته أن اللاعب يعلم جيدا أنه خسر مركزه بسبب تألق كامافينغا وفالفيردي وتشاوميني، لكنه يريد إنهاء الموسم بالكامل ومن ثم سيتخذ القرار. وينتهي عقد مودريتش مع الريال في الصيف 2024، مع العلم أن اللاعب محط أنظار العديد من الأندية السعودية للتعاقد معه. رجل دوري الأبطال نجم ريال مدريد المصاب يعود في موعد غير متوقع. حصل ريال مدريد على دفعة معنوية هائلة مع تلقي الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي تقرير عن تطور حالة أحد اللاعبين الغائبين منذ فترة طويلة للإصابة. شبكة كوب كشفت أن الحارس تيبو كورتوا يحرز تقدما كبيرا في عملية التعافي من الإصابة القوية التي تعرض لها مطلع الموسم، وسيعود في وقت أسرع مما كان متوقعا له. وكان من المتوقع أن يغيب الحارس الدولي البلجيكي عن الريال خلال الموسم الحالي بأكمله بعد التعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي على مستوى ركبته اليسرى وأثناء التدريبات التحضيرية للموسم، إلا أنه وفقا لتقرير كوب فإن كورتوا سيكون متاحا للمشاركة في المواجهات مع الريال وبدءا من الدور ربع النهائي، أي في أبريل المقبل على أقصى تقدير، وذلك في حال تأهل الملكي إلى ما بعد دور 16 من المسابقة. ويستعد ريال مدريد للعودة إلى المسابقة الأوروبية عندما يواجه لايبزيغ الألماني يوم 13 فبراير المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي من دور الأبطال. ومع عودة كورتوا سيستعيد عنصرا مهما في طريقه نحو الكاس ال15. فالبلجيكي يمثل أحد أبرز أسباب تتويج الملكي بلقبه الأخير في الشامبيونز ليج عام 2022، وعاد صاحب 31 عاما بالفعل إلى التدريبات بالكرة في ميران الريال لينضم أخيرا إلى زميله الغائب لإصابة مشابهة المدافع دير ميليتاو، حيث يتطلع الثنائي إلى التعافي في أسرع وقت من أجل العودة نحو صفوف الفريق في وقت مهم جدا وحساس خلال هذا الموسم.